بيبتدي الفيلم في مكان تبع المخابرات، وبيكون في استجواب لواحدة جاية تشهد على 2 من أخطر تجار السلاح. وفي وسط الاستجواب بتقول إن المكان مش آمن وأكيد هم متراقبين دلوقتي. فبيقول الضابط إنهم مأمنين المكان كويس ومش واحدة زيها اللي هتعلمهم شغلهم. وبيكون في قناص بره بيموت كل افراد المخابرات الا ضابط واحد، وبياخد الشهده علشان يخرجها. ولما بيقرب من النافذه علشان يشوف اللي بيضرب بتحاول تمنعه لكنه بيتصاب هو كمان. فبتاخد المسدس بتاعه ما بتلاقيش فيه غير رصاصه واحده، وبتدور على اي ادوات توقف بيها النزيف وبتنقذه. وبعدين بتستخدم الادوات المتاحه علشان تعمل منها حاجه زي قنبله، وبتستخدم الشمعه كانها فتيل وبتحطها. وبعدها بتنتظر الشخص اللي بيقتل فيهم لانه اصلا جاي علشان يقتلها. واول ما بيدخل المكان بتضرب ايده بالرصاصه الوحيده اللي معاها، وبيكون ده واحد من تجار السلاح اللي كانت جايه تبلغ عنهم واسمه ادريان. وبياخد باله انها حامل فبيطعنها في بطنها انتقاما منها، وده لانها خانته وكانت جايه تبلغ عنه. وبتكون في الوقت ده القنبله اللي عملتها جاهزه انها تنفجر، فبتحرق المكان وهي بتفتح الميه على نفسها علشان النار ما تحرقهاش. وبعدها بيتم انقاذها وبتكون في غرفه الولاده علشان ينقذوا الجنين. ورغم ان ادريان طعنها في بطنها الا ان الجنين بيكون بخير وبيطلع الجنين بنت. وبعد ما بتخرج من غرفه الولاده بتيجي عميله من المخابرات وبتقول لها ان ادريان اللي حاول يقتلها ما ماتش، لان الشرطه لما وصلوا مكان الحريق ما لاقوش جثته. وبما انه حاول يقتل بنتها وهي في بطنها فاكيد هيحاول يقتلها بعد ما اتولدت، والطريقه الوحيده علشان يحموها انها تتربى بعيد عنها ومحدش هيعرف انها بنتها. فبتغضب الام لكن مفيش قدامها حل تاني. وبعدها بتروح للضابط اللي انقذته قبل كده، ولانه مدين ليها علشان انقذت حياته بتطلب منه يعتني ببنتها، وكمان لو حصلت اي مشاكل للبنت يكلمها فورا وبيوافق. وبعدها بتسافر الام المكان بعيد محدش يعرفها فيه غير شخص واحد هي بتثق فيه، وبيطلع انها كانت قناصه في الجيش وهو كان زميلها، وبيعرض عليها شغل لكنها بترفض وبتقول انها قررت تبقى وحيده وتنعزل عن الناس. وبعدها بيوصلها البيت امن في وسط الغابه وبيمشي. وبعد مرور 12 سنه بتكون الام اتاقلمت على الحياه في الغابه، وبتكون عايشه على الصيد ومنعزله تماما عن العالم. وفي يوم وهي بتصطاد بتلاقي في ديب استولى على الصيد بتاعها، وبتيجي تقتله. بتكتشف انها انثى واولادها بيلعبوا جنبها، والديبه الام بتنسحب علشان ولادها ما يتعرضوش للاذى. ولما بترجع من الصيد بتلاقي صديقها جايب لها البريد، وبتكون رساله من حد عاوز يقابلها ضروري. فبتجهز الام نفسها وبتاخد اسلحه وبتروح على المكان. وبيكون الضابط اللي بيهتم ببنتها هو اللي هيقابلها، وبيقول لها انهم من يومين قبضوا على رجاله تاجر سلاح اثناء تسليم شحنه اسلحه، ولقوا مع واحد منهم صوره بنتها. وبكده هويه بنتها اتكشفت وعلى ظنه انها معرضه للخطر. وبتساله الام على اسم بنتها وبيقول لها ان اسمها زوي. على طول بتروح الام لمدرسه زوي وبتبدا تراقبها علشان لو حصل حاجه تقدر تتصرف. وفي يوم بتكون زوي بتلعب في حديقه عامه ومعاها الست اللي متبنياها، والام بتكون بتراقب المكان وسعيده انها اخيرا شايفه بنتها، لحد ما بتشوف عربيات بتوصل المكان وبينزل منها ناس شكلهم مريب. وبتحس الام بالخطر وبتجهز البندقيه بتاعتها، وفعلا بيكونوا جايين علشان البنت. وبتقتل الام فيهم لحد ما بيعرفوا مكانها، ومع ذلك بتكمل قتل فيهم علشان تحمي زوي. لكن واحد بيقدر يمسك البنت، وبيعدي اتوبيس بيحجب الرؤيه عنهم، وبيكون حطها في العربيه وبيهرب من المكان. وبيكون رجالته وصلوا المكان اللي هي فيه علشان يقتلوها، والام بتسيب المكان وبتلاقي الضابط جاي لها وبتركب معاه وبيهربوا. وفي الطريق بتقوله انها اتعرفت على واحد من اللي اخدوا زوي، ولو نفتكر انها في اول الفيلم كانت جايه تشهد على 2 من تجار السلاح، واحد اسمه ادريان وده اللي حاول يقتلها، التاني بقى اللي خطف زوي واسمه هيكتور. وبتطلب منه يجهز لهم جوازات سفر علشان يسافروا للمكان اللي هيكتور فيه. وبيوصلوا على كوبا، ولانها تعرف الشخص اللي خطف البنت من الحديقه بتقدر توصل لمكانه، وبياخدوه على مكان مهجور علشان يستجوبوه. وبعد ضرب كتير وشويه تعذيب بيعترف على مكان زوي، وبكده يكون دوره انتهى. وبعدها بيروحوا على مكان علشان يرتاحوا، وبيسالها الضابط ايه اللي ورطها في كل المشاكل دي. فبتحكي انها كانت قناصه في الجيش وكان ادريان جنرال في الجيش، ولانها كانت موهوبه ومش بتخطئ الهدف جندها علشان تشتغل معاه. وبعدها بيفهمها انه بيتاجر في الاسلحه وبياخدها معاه، وهو بيتفق مع ناس عاوزين يشتروا اسلحه. ولما كانت بتقف للمراقبه على الحدود اتعرفت على هيكتور، لانه كان بيهرب شحنات اسلحه من نقطه الحراسه اللي هي فيها، وان هي اللي عرفتهم على بعض. بس في يوم شكت ان في حاجه بتتدبر من ورا ظهرها، فنزلت المينا تدور في الحاويات ولقت الاسلحه اللي هي عارفاها وكل شيء طبيعي، لحد ما سمعت صوت جاي من حاويه هي ما دورتش فيها. ولما بتفتحها بتلاقيها مليانه اطفال، وطلع انهم بيخطفوا الاطفال وبيتاجروا فيهم، وما قدرتش تتحمل وعلشان كده بلغت عنهم. ومن وقتها وهم بيطاردوها علشان ينتقموا منها. ولما بيخلصوا كلامهم
كلهم بيجهزوا علشان يهجموا على المكان. وفي الطريق بتنزل الام وبتاخد موقعها وبتقتل في الحراس واحد ورا التاني لحد ما بتخلص على الحراس اللي بره. وبيكون الضابط في الوقت ده بيفصل الكهرباء علشان الام تتحرك في الضلمه ومحدش يشوفها. ولما بتوصل للغرفه اللي فيها زوي بتلاقيها مرعوبه وخايفه منها، ولكنها بتاخدها بالقوه لحد ما بتمشي معاها. ولما زوي بتشوف الضابط لانها عارفاه بتجري عليه وبتحضنه، وهو بيحاول يهديها ويطمنها. فبيقول الضابط جه الوقت انهم يغادروا المكان، ولكن الام بتقول ان في حاجه مهمه لازم تعملها الاول. وبتدخل للمكان تاني وبتلاقي هيكتور مستنيها وبيخليها ترمي سلاحها، وبيقول لها انه هيعذبها لدرجه انها هتتمنى الموت وبعد كده هيموتها بالبطيء. وبتحرق المكان وبتمشي. وبعدها بيرجعوا بزوي علشان يودوها للأسرة اللي متبنياها، وده لأنها في أمان معاهم أكتر. وبتكون طول الوقت بتبص للأم وحاسة بحاجة غريبة ناحيتها، ولأن زوي ذكية بتشك إنها أمها الحقيقية. ولما بيجي الليل بتدخل الأم تشتري لها حاجات وبعدها بتديها لها وبتودعها علشان تمشي. وهنا بتتشجع زوي وبتسألها إذا كانت أمها ولا لأ، لكنها علشان تحميها بتقول لها لأ وبتمشي. وبيجي الضابط يركب العربية وبياخد زوي وبيمشي، وأثناء ما العربية ماشية بتودعها زوي، والأم بتحاول تهدي نفسها لكن بدون فايدة. وهنا بتتذكر وقت ما كانت حامل فيها وبتفتكر صوت دقات قلبها، فما بتقدرش تتمالك نفسها من الخوف عليها وتفكر تسرق موتوسيكل علشان تروح وراهم. وبعد فترة بيكون الضابط وزوي قربوا يوصلوا البيت، وفجأة بتظهر عربية وبتخبطهم. وبتفوق زوي بتلاقي الضابط فاقد الوعي، وبيجي ناس ينزلوا الضابط من العربية، وبيطلع ده أدريان وجاي يخطف زوي. ولحسن الحظ بتكون الأم سرقت الموتوسيكل وجات وراهم، وأول ما بتنزل بتقول لزوي تقف وراها، وبتلاقيهم ماسكين الضابط، بس بتاخد بالها إن العربية بتسرب وقود. وفجأة بيقتل أدريان الضابط، والأم بتقول لزوي تجري وبترمي ولاعة تحت العربية، وبتركب الموتوسيكل بسرعة وبتاخد زوي وبتهرب. ولأن البوليس وصل المكان أدريان مش بيروح وراهم وبيمشي من الاتجاه التاني. وفي الطريق بتقف الأم وزوي عند مطعم علشان ياكلوا ويرتاحوا، وبتكون زوي خايفة وبتاخد الأم بالها إن زوي بتعمل نفس الحركة اللي هي بتعملها لما بتكون خايفة. وبتاخد الأم بالها إن في عربية للبيع فبتشتريها. وبعد ما بتخرج من المكان بترمي تليفون زوي علشان محدش يقدر يتعقب مكانهم من خلاله. وبيركبوا العربية وبيروحوا للمكان اللي الأم كانت عايشة فيه. وأول ما بيوصلوا المكان الأم بتقول إنهم لازم يطلعوا يجيبوا حاجة ياكلوها. وهم ماشيين في الغابة بيلاقوا حيوان، وزوي بتقول إن شكله جميل، وفورا الأم بتصطاده. وده لأن زوي مش متعودة على الحياة دي، أما الأم فبالنسبة لها الطبيعي إنها عايشة على الصيد. ولما بيجوا للعشاء زوي بتكون رافضة تاكل، وبتقول لأمها إنها متوحشة وإنها قتلت الغزال بدون رحمة. فبتقول لها الأم إنها تخلت عن مشاعرها علشان تقدر تعيش، وإنها لو بتفكر كده كانت ماتت من زمان، وإن الناس نوعين، إما صياد أو فريسة. والكلام بيكون صادم بالنسبة لزوي وبتفضل تبكي طول الليل. وفي الصباح أمها بتصحيها من النوم علشان تعلمها السواقة. وبتقول زوي إنها لسه صغيرة، لكن الأم بتقول إن حياتها في خطر، وعلشان تنجو يبقى لازم تتعلم كل المهارات اللي تمكنها من النجاة. وبعد عدة محاولات بتقدر إنها تسوق العربية، وبعدها بتدربها على الجري بالسلاح لمسافات طويلة، وكمان إنها تصيب الهدف وهي تحت تأثير التعب والإرهاق. وبيكون الموضوع صعب جدا على زوي. وأثناء الاستراحة الأم بتلاقي زوي بتلعب مع أولاد الذئبة اللي قابلتها الأم قبل كده، فبتقول الأم إنهم مش حيوانات أليفة وهيأذوها. وأثناء ده زوي بتشوف أم الذئاب بتتسلل من ورا أمها، وبتكون فاكرة إن زوي جاية تاخد أولادها. وفجأة بتقول الأم لزوي تجري، فبتجري الذئبة وراها، وهنا بتضرب الأم عليها النار. وبتغضب زوي لأنها قتلتها، فبتقول الأم إنها استخدمت طلقات ملح، ودي بتستخدم لتخويف الحيوانات المفترسة لكنها مش بتموت. وبعدها بتروح الأم تشتري أغراض وبتجيب لزوي سكينة، ولما بتوريها استخدامها زوي بيعجبها الموضوع، وبتعلمها إنها تستخدمها في الوقت المناسب بس، وده لما بيكون العدو قريب جدا، وبتطعنه لحد ما يبقى عاجز عن الحركة. وبعدها بيكملوا تدريب ضرب النار، وبتكون زوي مستواها اتحسن جدا وبدأت تحب الحياة في الغابة. وفي يوم بيمشوا في الغابة عشان يحطوا أفخاخ للصيد، وبيلاقوا الذئبة الأم مصابة وعاجزة عن الحركة. وبتقول زوي إن أولادها صغيرين، ولو أمهم ماتت مش هيقدروا يصطادوا لنفسهم. فبتقول الأم إن دي الطبيعة ومحدش يقدر يغيرها، ولو أمهم ماتت هيتعلموا يعتمدوا على نفسهم. ولكن لما بيجي الليل كلام زوي بيأثر فيها، وبتاخد أكل وبتروح للذئبة تعطيهولها، على الأقل تاكل لحد ما جروحها تخف. وفي يوم بتصحى الأم من النوم بتلاقي زوي مش موجودة، بتجري بسرعة تدور عليها في كل مكان، وبتلاقيها بتلعب مع الذئاب الصغيرة وبتأكلهم. وفي لحظة وهي مش منتبهة واحد منهم بيجرح إيديها بدون ما يقصد، وفورا أمها بتضرب نار في الجو علشان الذئاب تجري، وبتروح لها بتلاقي الجرح اللي في إيديها عميق، فبتاخدها
وبتاخدها على العياده علشان الدكتور يخيط ايدها، وبتطلب منها الممرضه تعبي البيانات لكنها مش بترضى تكتب اي بيانات علشان محدش يعرف مكانهم. المشكله ان زوي ما كانتش تعرف حاجه زي كده، ولما بتدخل الام تطمن عليها بتلاقي زوي قالت اسمها الحقيقي للدكتور. فورا بتاخدها لعند صديقها وبتحكي له ان هويتهم اتكشفت، وده لان اسم زوي دخل على الكمبيوتر، ومن باب الاحتياط بتطلب منه يخليها عنده، وبتقول ان لحد دلوقتي ما صرحتهاش ان كانت امها ولا لا، وبتعطيه ظرف وبتقول ان كل الاجابات اللي عاوزه تعرفها هتلاقيها في الظرف ده. وبعدها بتسيب زوي وبتمشي، واثناء ما هي ماشيه بتقول زوي بصوت عالي انها بتكرهها. وسرعان ما بيكون ادريان عرف مكانهم وجاب رجالته وراح على مكان بيت الام، ولما بيعدوا على صديقها بيتصل بيها وبيعرفها عددهم، وبيقول لها انه هياخد زوي المكان امن. فبتقول الام انها علشان تكون بامان لازم كلهم يموتوا، وبتكون زوي سمعتهم وهم بيتكلموا، وبيقول صديق امها انهم لازم يبعدوا عن المكان. وبتحكي زوي انها حاسه بالغضب لان الام لحد دلوقتي مش راضيه تعترف بانها امها، ولكن صديق امها بيقول انه يعرف امها كويس واللي زيها بتحاول دايما تخفي مشاعرها، وبينصحها انها ما تهتمش بالكلام ولكن تشوف افعالها وقد ايه هي بتحاول تحميها حتى لو كانت حياتها الثمن. ولما بتاخد زوي الظرف بتفتحه بتلاقي امها محتفظه بكل صورها من وهي صغيره، وكمان في جواب، ولما بتقراه بتعرف قد ايه امها كانت بتحبها ومستعده تضحي بحياتها علشان تحميها. فورا بتجري زوي على العربيه وبتسوقها علشان تروح عند امها، وبتكون الام في الوقت ده بتستعد علشان ادريان ورجالته، وبيكونوا نزلوا من العربيات وراكبين زلاجات علشان مكان البيت في وسط الغابه. واول ما بيوصلوا لنهايه الاشجار وقدامهم منطقه مفتوحه بيحذر ادريان الجنود وبيقول تعاملوا معاها كانها 100 قناص، وبيتحركوا بسرعه كبيره وبيمشوا بشكل غير مستقيم علشان ما تعرفش تصيبهم، لكن بيتفاجئوا انها زرعه متفجرات في كل مكان. ولما بيحذر ادريان رجالته ان الغابه مفخخه بينزل واحد منهم على رجله علشان يشوف الالغام، فبتهجم عليه الام وبتقتله. وبيكون ادريان جاب لغم وربطه في زلاجه وبيبعتها على البيت، ولانه مفكر انهم جوه البيت بيطلب من رجالته انهم يدوروا على الجثث. وبتكون الام لبست لبس واحد منهم وبتقتل واحد كمان. وفجاه بتسمع على اللاسلكي واحد بيقول ان في بنت سنها صغير سايقه عربيه وبتقرب من المكان. فورا ادريان بيعطي رجالته اوامر انهم يمسكوا البنت، وبيركب العربيه وبيروح على هناك. والام بتكون اسرع منه لكنها لما بتوصل بتلاقي واحد مسك زوي، ولكن زوي بتفتح السكينه زي ما امها علمتها وبتطعنه، ومع ذلك بياخد زوي وبيركب الزلاجه. والام بتروح وراهم وكل ما حد يظهر من رجاله ادريان بتقتله لحد ما بيكون اللي واخد زوي لوحده. وفي اللحظه المناسبه بتقول الام لزوي تقفز وبتقتله، وبترجع لزوي وبتاخدها وبيهربوا، وبتظهر مجموعه وراهم لكن الام بتخلص عليهم كلهم. وبعدها بيروحوا للمكان اللي كانت زوي بتتدرب فيه، وبتتولى زوي المراقبه وتحديد اماكنهم، والام بتصطادهم. وفي وسط ده بتشوف الام ليزر على راس زوي، وبتسمع على اللاسلكي صوت ادريان بيطلب منها انها تيجي تقابله الا هيقتل زوي. وبتقول الام لزوي انها هتكسب وقت على ما هي تهرب. ولما بتوصل الام للمكان بيطلب منها ادريان انها ترمي السلاح، ولما بترمي السلاح بيطلب منها انها تقلع الهدوم المموهه. ولما بتعمل كده بتصرخ الام بصوت عالي وبتقول المجال مفتوح قدامك لو عاوز تطلق النار، وده على اساس انها بتقول كده لادريان. وبتكون زوي لسه في مكانها وما هربتش، ولما بتسمع الكلام ده بتفهم ان دي رساله من امها علشان تضرب ادريان بالنار. ولما بتحاول زوي انها تستخدم البندقيه بتلاقي الموضوع صعب ومش عارفه تستهدفه لان حركتهم سريعه، وبتكون خايفه انها تضرب امها بالغلط. وبعد ما بيشتبكوا مع بعض الفتره ادريان بيمسك الام وبيطلب من زوي انها تضرب النار، ولكن في الوقت ده بتكون زوي سابت المكان ومش موجوده فيه. وبعد فتره وهو بيتكلم معاها على اساس ان هي لسه فوق فجاه بيسمع صوت ضرب النار وبيتفزعوا هما الاتنين وبيقعوا من على المنحدر، والام راسها بتتخبط في صخره وبتفقد الوعي. ولما بتنزل زوي علشان تطمن على امها بيطلع ادريان وبيخطفها، وبتكون الذئبه متابعه اللي بيحصل وبتروح تصحي الام كنوع من رد الجميل لانها ساعدتها قبل كده. ولما بتفوق الام بتلاقي ملح على هدومها وبتفهم ان زوي ضربت طلقه ملح زي ما امها علمتها، وبتلاقي ان كتفها مخلوع فبتتحمل وبترد كتفها لمكانه. ورغم ان الالم شديد وانها مش قادره تتحرك الا انها بتشوف عربيه ادريان ماشيه وسايبه المكان، فبتستجمع قوتها وبتمسك السلاح وبتحاول انها تضرب على ادريان علشان توقفه، لكن للاسف بتخطئ الهدف. فبتحاول لاخر مره انها تستجمع قوتها وتركز وتضرب للمره الثانيه، وبعد ما بتضرب بتبكي لانها ما قدرتش تنقذ بنتها. ولكن بنلاقي زوي قاعده في العربيه وادريان مات، فبتدفع ادريان خارج العربيه وبتجري على امها، وبتكون الام فرحانه ان زوي رجعت لها تاني. وبعدها بنشوف الام واخده زوي لبيت الاسره اللي كانت متبنياها، وبعدها بنشوف زوي بتلعب وبتكون متاكده ان امها بتراقبها علشان تحميها وتاخد بالها منها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، عاوزين نوصله ل1000 لايك، واشترك في القناه لو حابب تشوف الفيديوهات اللي جايه، وسلام.